يقلش عن 3 أفدنة لكل فرد من أفراد المجتمع، وده حقه في أرضه. وكل فرد تعدى عمره ال 45 عام لا يقل دخله السنوي عن 50,000 جنيه، وأي مبلغ يقل عن كده لازم الحكومة تحاول إن تسد العجز دون. ودي حاجات أقل ما يمكن نديها للمواطن المصري في تعويض له عن اللي حصل قبل كده. طبعا أهم حاجة هو إصلاح التعليم. إصلاح التعليم اللي هو أساء لنا جميعا. أنا راجل دكتور لكن اتعلمت كويس، لأن كان التعليم في أيامنا كان فيه اهتمام، وما كانش الدروس الخصوصية كانت يعني معدومة. لكن دلوقتي التعليم مطلوب فيه إصلاحه إصلاح كامل من الكي جي 1 لحد ما الطالب يتخرج من الجامعة. إدخال التكنولوجيا في كل مرحلة من مراحله. إدخال الرياضة والقوة البدنية مادة أساسية. حاجة تانية بطلبها هو إلغاء مجلس الشورى واستبداله بمجلس للحكماء من كل فئات المجتمع. هيفيدنا في إيه؟ في تفريغ وزراء ومحافظين وإداريين ورؤساء أحياء بدل ما نقعد ندور عليهم زي ما بيحصل في الأيام دي. من الحاجات اللي أحب أعملها في الدايرة بتاعتي طبعا هو أنا بنتمي لدايرة يعني 90% منها ريفية، اللي هي المرج والمطرية وعين شمس. فأنا لازم أعمل حصر لجميع أسر الدايرة وحل مشاكلهم المادية والصحية وتحديث العشوائيات وردم الترع والمصارف ومقالب الإمامة اللي هي ضرر البيئة، وتسكين طبعا سكان العشش في مساجن ملائمة بيهم. في مساحات خالية كتير في المنطقة عندنا وغير مستغلة، وبيستغلوها في جراشات وبيستغلوها في حاجات مش مستغلة. فأنا بفضل إن تتعمل فيها ساحات رياضية للألعاب الفردية. طبعا بحب ان شباب الدايره بتاعتي عشان ما يقولوش عليهم كرويين او حاجات من ده، احب ان كل شاب فيهم يكون عنده ملم ب3 حاجات اساسيين. كل واحد مصري لازم يكون ملم ب3 حاجات اللي هي الكمبيوتر والرياضه واللغات. عايز اعمل مشروع لقرض جماعي لمجموعه من الشباب، يعني ما اقعدش اقول يا بنك تعالى وحط فلوس للناس واللي عايز لا، انا اجهز مجموعه من الشباب يتفقوا مع بعض على اقامه مشروع معين واديهم قرض كويس، وده بكده هقضي على البطاله. نحاول نطور طبعا الجهاز الاعلامي على قد ما نقدر عشان يوافق كل القنوات الفضائيه اللي عماله تنافسنا وعماله تاخد مننا الجمهور.